السلام عليكم ورحمة الله. قطعية الموزة. الموزة بتطلع طبعا من الفخدة ومن الكتف، الاتنين مختلفين عن بعض شوية. الموزة بتاعت الفخدة هنلاقيها مدورة، الميلت بتاعها مدور، الجيلاتين بتاعها اقل، وفي فرخة الموزة اللي تحتها دي جيلاتين اقل خالص، فبتبقى ناعمة قوي وجميلة. الموزة اللي قدامك اللي بقطعها حضرتك الحلقات دي موزة الفخدة، هتعجبكم جدا على فكرة، ممتازة. موزة الفخدة لما بناخدها وبنقطعها حلقات بتدينا شكل منتظم اكتر من موزة الزند. الفرق ان موزة الزند بيسموها اهالينا موزة مفرعة، يعني تفريعاتها كتير وبتبقى انعم على فكرة من موزة الفخدة، لكن انا في رأيي موزة الفخدة افضل. موزة الفخدة نقدر نعملها طواجن لان هي شكلها منتظم جدا. لما بتاخد الصدمة اللي هنقول عليها بعد ثواني، لما بتاخد الصدمة في الزبدة وبتنزل في الطاجن وبتطلع بيبقى شكلها جميل قوي. موزة الزند يفضل لما نكون هنعمل فتة، لما نكون هنسلق وهنعمل فتة او هنحطها في خضار بتبقى ممتازة برضه. بتعمل بكذا طريقة، ممكن نسلقها عادي السلق العادي، لكن انا بفضل ما اسلقهاش، بفضل ان هي تاخد صدمه كويسه كده بسيطه. بس لما تاخد صدمه الموزه لان فيها جيلاتين، ما تاخدش صدمه وهو الطاسه بتاعتنا فاضيه، لا لازم يكون الزبده عاليه، تاخد صدمه سريعه جدا وتطلع. بعد ما تطلع بقى نحطها في طاجن مع الخضروات اللي بنحبها ونحطها في الفرن. ممكن حتى لو عايزين نسويها في حله مش لازم في الفرن بنفس الطريقه، بنحطها بعد ما تاخد الصدمه مع البصل ومع البطاطس والجزر والبسله، او مع شوربه، حتى نزود شوربه لو حابين، لكن نديها صدمه الاول هنستطعمها جدا وهتبقى مميزه جدا جدا جدا.